في خضم تعقيدات النفس البشرية يبقى الإنسان كائن متشابك الأبعاد، تتنازعه الفطرة والتجربة والوعي في تشكيل شخصيته وصباغة سلوكه. وبين ما ولد به وما اكتسبه وما أدركه تنبثق رحلة تغيير بكل ما تحمله من صراع وأمل. هذا النص بقلم السي حمزة أغزيل محاولة تقريب فهم هذا الكيان العميق واستكشاف أسرار تحولاته بين الألم والنضج وبين السقوط والنهوض. الإنسان كائن ذو عقل ونفس اكتسب شخصيته من 3 أسس لا رابع لهما، وأي تغير أو اضطراب أو خلل في أس من الأسس ينعكس على الشخصية العامة للإنسان لتبرز التغيرات السلوكية والفكرية وغيرها. فالإنسان يولد على فطرة جينية نقلت عن طريق الأبوين لتجسد صفاته الجينية وبعضا من صفاته الفكرية والسلوكية الخام قبل أن يتعارك مع الواقع، ثم غرائزه الطبيعية التي تنبني على هرمونات معينة إلى آخره. ثم ومع بداية النضج تبدأ التجارب تعلمه مع معنى الحياة، وتبدأ الذاكرة بتسجيل كل ما يمكن تسجيله من أقوال وحركات وسلوكات وأحاسيس وغيرها، إضافة إلى الاصطدامات المتكررة مع الغير، سلطة الأبوة، الشارع وغيرها باختلاف الحالات والظروف. ثم الأس الأخير وهو الوعي. نعم، الوعي وليس العقل، لأن الوعي أشمل كما فصل ذلك فرويد، ولا أود التعمق أكثر في ذلك حتى لا أطيل، لأن كل ما أريد قوله هنا وباختصار مما سبق أن الشخصية الإنسانية بحر عميق جدا ومتشعب ويحتاج نفسا طويلا ورزانة وحكمة بالغة لتطويقها من كل جوانبها دون إهمال أي شيء. فالإنسان وجد ليتغير، والإنسان الجامد يعاني من اضطراب في شخصيته لسبب ما حدث في نشأته فأصاب وعيه بتشوه معيب. لكن هناك جانب آخر من الوعي وهو أهم ما يميز الوعي الإنساني، ألا هو التكامل بأنواعه المختلفة باختلاف الحالات. طبعا له دور في قلب الأحداث من سلبية إلى إيجابية ومن موت إلى حياة في ظرف وجيز أو طويل على حسب مقدار الذكاء والقوة الذهنية للشخص. فليس كل شخص قادر على فعل ذلك بنفسه، فأغلب البشر يحتاجون مساعدات حقيقية من الغير لبلوغ التغيير المنشود. إلا أن أقوى أنواع التغيير هو التغيير الذي ينبع من الشخص نفسه، حيث يحارب الوساوس ويقاتل الأفكار السلبية ويجابه الضعف وبالإرادة القوية وحب الحياة. لذا صعب أن نحدد أي الطرق أسهل للتغيير، العقلانية أم العاطفة، الحياة الاجتماعية أم الفردانية. فلكل حالة طريقها، ولكل مشكلة قواعد معينة لحلها، ولا يمكن قياس هذا بذاك إلا للمقارنة والتشبيه فقط. فهناك من دمرته عقلانيته المفرطة، فكان لزاما عليه أن ينبش العاطفة نبشا ليبلغ التغيير الإيجابي المنشود، وليتعلم من الحياة ما لا يتعلمه المرء بالعقل حين يعود لفطرته الأم، عاطفته وغرائزه الموروثة، حين يفند سلوكياته. هذه أساسية موروثة، وهذه مكتسبة، هذه سلبية نتركها، هذه إيجابية ندعمها. بينما آخر بالغ في عاطفته فيحتاج أن ينبش وعيه حاضره وماضيه لبناء مستقبل ناجح مختلف. وهكذا تختلف الحالات والطرق التي يسلكها كل شخص نحو التغيير. الموضوع متشعب كثيرا، والاختصارات التي اختصرتها قد لا توضح المعنى المنشود. وأختم بهذه الكلمات: أيها الإنسان، عش ما تبقى من حياتك وتجاوز كل شيء، ولو كانت جراح قلبك وروحك تتقيح صديدا، فالعشق دواء مطهر مبيد لكل داء روحي متأصل، ينزع الأغلال عن الأرواح ويجددها تجديدا. والوعي دواء مطهر مبيد لكل داء سلوكي متأصل، ينزع الستار عن الحقائق ويفصلها تفصيلا. يا من أعيته الخطوبة والكروب والجراح، أقبل ولا تكابر الحياة ولا تجادل المعاني، ولا تكن للوعي وللحب عنيدا.